السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. النهارده بقى زي ما انتم شايفين كده نفسنا ناكل حبة ملوخية. مش معنى ان انا نفسي يعني اكل حبة ملوخية ان اروح اشتري فرخة ب200 جنيه عشان اعمل طبق ملوخية جنب بقية الاكل اللي عندي. لا، هصرف نفسي وهعمل طبق الملوخية برضو. اول حاجة انا جبت الملوخية وقطعت العروق بتاعتها كده اللي هي بتبقى فيها طينة كتير بقى وكده وعايزة تتغسل، فبنتخلص منها خالص. باخد الملوخية بتاعتي بقى كلها كده بعد ما قطعتها واروح على الحوض اغسلها غسلة متينة. طبعا غسلة الحوض كويس ومجهزاه ان انا احط فيه الملوخية. نقعت الملوخية شوية كده وبعد كده رحت شايلاها من المية ورحت حاطة عليها مية تانية لغاية ما اتأكد طبعا انها نطفت خالص ومفيهاش اي تراب. انتوا عارفين الخضرة دي لازم تتغسل كويس، اي نوع من انواع الخضرة لازم ننقعها شوية ونحط شوية خل كده وتتأكدوا انها خلاص مفيهاش اي تراب. هنا خلاص كنت غسلت بقى الملوخية بتاعتي اخر مرة، هي حطيتها في المية بشطف المصفى كده، وبرضو هاخدها احطها على المصفى. بس حبايبي بقى كده خلاص كده اتأكدت ان الملوخية بتاعتي نطفت. خدتها صفيتها كده وارطف معاكم واحدة يتم الملوخية بقى كده. انا بحب اخد الوردة كلها زي ما انتوا شايفين كده. بس كده حبايبي بص زي ما انتوا شايفين كده انا باخد الوردة كلها كده اهو بالمنظر ده. ارطب بقى الملوخية كلها واصفيها كويس من المية وارجع لكم. بس هنا كنت صفيت الملوخية، احطها بقى على صينية عشان احاول اهويها كده عشان ما يبقاش فيها اي مية، عشان لما اخرطها ما تبقاش فيها مية خالص. حطيتها في الصينية واسعة كده وحركنها بقى لغاية ما اتأكد انها نشفت. بعد ما نشفت الملوخية بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده، هجيب المخرطة بقى البلدي بتاعتنا ديت واروح خرطة بيها الملوخية زي ما انتوا شايفين. اخلص بقى الملوخية كده وارجع لكم على طول. بس هنا حبايبي كنت خلاص خلصت الملوخية. بصوا بقى انا جبت ايه. انا جبت كيلو اجنحة. كيلو اجنحة هحطها كده في مية مغلية زي ما انتوا شايفين، غليت المية وهجهز الطماطم والبصل واللوري والفلفل الاسود ومرق الدجاج وورق لوري كده زي ما انتوا شايفين، وظبطت الشوربه خالص. مش معنى ان احنا ما عندناش شوربه ان احنا ما نعرفش نتصرف، لا انتوا عارفين المصريين قدها وقدود. بس كده يا حبايبي حطيت الاجنحه على النار كده زي ما انتوا شايفين. هحط ورقتين من المكعب الماجي مع الشوربه كده عشان يديها طعم، وطبعا ده اختياري بس هي فعلا بتفرق طعمها مع الملوخيه قوي. هسيبها بقى تستوي كده زي ما انتوا شايفين. هنا كانت استوت اهي وشايفين المنظر جميل ازاي، وبصوا منظر الشوربه يعني حاجه كده تفتح النفس. بس هجيب بقى مصفى واطلع عليها الاجنحه بتاعتنا. بس هنا حبايبي جبنا المصفى اهي. هجيب بقى معلقه الشوربه دي جميله قوي يعني بنضف بيها الشوربه، بطلع بقى بيها زي ما انتوا شايفين كده. بطلع الاجنحه وبطلع الطماطم والبصل والتوابل اللي احنا حطيناه، بنضف الشوربه خالص زي ما انتوا شايفين. طلع كل حاجة في الشوربة كده عشان لما احط فيها الملوخية ما يبقاش فيها اي حاجة من التوابل. طلعت الطماطم والبصل كده، بنضف الشوربة كده زي ما انتوا شايفين. بس هنا حبايبي خلاص الشوربة بتاعتنا كده جاهزة على اننا نحط فيها الملوخية على طول. وفعلا الشوربة والله كان طعمها جميل جدا، وبصوا الشكل طبعا انتوا شايفينه اهو. وهنا كنا خرطنا الملوخية وسقطناها في الشوربة خلاص عشان يبقى معانا احلى طبق ملوخية. هنا حبايبي حطينا الملوخية، هجيب المضرب السلك بتاعي بقى كده واقلبها تقليبة حلوة. انتوا شايفين بقى منظر الملوخية وجمالها. قلبنا الملوخية كويس كده يا دوبك بس هتقوم في الغليان هطفي عليها. بس هنا حبايبي بقى حطينا طاسة على النار زي ما انتوا شايفين كده، واحط فيها بقى معلقة سمنة كبيرة، واجيب التوم بتاعي بقى كده واحط معلقة من التوم برضو كبيرة كده حلوة.
نقلب بقى التوم كده تقلبتين لغاية ما احس ان هو خلاص بقى كده داخل في الحمار. هجيب الكزبرة وهحط عليها معلقة من الكزبرة، معلقة صغيرة. نحمر بقى التومة بتاعتنا كده، واول ما لونها يبقى دهبي حلو كده نروح حاطينها على الملوخية. بفضل اقلب بقى كده في التومة بسرعة، طبعا ما بسيبهاش لان انتوا عارفين التوم بيتحمر بسرعة فما ينفعش نسيبه ونبعد عنه. بس هنا حبايبي اهو التومة بتاعتي، بصوا الجمال بقى، خلاص كده اللون بتاعها بقى جميل جدا زي ما انتوا شايفين كده. هنشهق شهقة حلوة بقى كده ونروح حاطين الملوخية. معرفش ليه بيشهقوا بيخضوا الملوخية، بس يعني ايه، سمعتها كتير. بس هنا معانا بقى طبق ملوخية جميل جدا زي ما انتوا شايفين، لون وطعم وكل حاجة. هحط بقى معلقة من السمن كده وعليهم شوية زيت صغيرين. انا بحب لما اجي احمر اي طيور بحط زيت على سمن. بس اول بقى بسيبهم يسخنوا كده، واول ما بيسخنوا ببتدي بقى احط الفراخ بتاعتنا كده. فراخ دي ولا مش فراخ؟ اي نعم هي فراخ صغيرة شوية بس فراخ قضت الغرض. عارفين يعني ان احنا ما فيش حاجة بتقف قدامنا، واللي نفسنا فيه بنعمله برضو ما بنسكتش. هنا بحط الأجنحة بتاعتي في الطاسة كده لغاية ما تتحمر وتاخد لون. أول ما بحس إنها خدت لون كده بقلبها على الوش التاني، بحمرها من الناحيتين زي ما انتوا شايفين كده. بس كده حبايبي اهي تحمر بقى من الوش التاني كده، واروح شايلاها على طول. هحضر بقى السرفيس اللي هنحط فيه، وهبتدي بقى اطلعها كده على طول. زي ما انتوا شايفين لونها جميل وذهبي وريحتها جميلة طبعا. ريحتها فراخ بتتحمر بقى كده، ويعني ايه عشان ما ننساش طعم الفراخ ولا ننسى ريحتها. فيعني ايه كده اهو حلو، اللهم بارك وخلاص. هنعمل ايه؟ يلا ربنا يرخي قوت المسلمين يا رب، ويعدي الأزمة اللي احنا فيها دي على خير، وترجع الماء المجاريها تاني، وكل اللي نفسه حاجة يعملها وما يعطلش. أي حاجة بتقضي الغرض الحمد لله، ربنا يسترها معانا جميعا. شوية ملح وشوية فلفل اسود بقى كده على الأجنحة بتاعتنا كده. طبق ملوخية مع عندنا شوية رز وعندنا شوية بسلة. يعني الحمد لله كانت اليوم جميل، وقضينا فيه برضو يعني ايه، عملنا اللي احنا نفسنا فيه. حاولنا نعمل صنف جديد كده جنب شوية البسلة اللي عندنا. فالحمد لله اهي احلى ملوخية. شايفين الملوخية وجمالها؟ ادعوا لي البرد اللي عندي ده يروح، مطول قوي مش عارفة ليه كده. الحمد لله. شايفين الملوخية وادي الأجنحة، وتوتا واقفة بتسخن البسلة والرز اللي احنا كملنا عليهم. والحمد لله اليوم كان جميل، وده كان نهاية الفيديو بتاعي. يا رب يكون عجبكم، يا رب ما كنتش طولت عليكم. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.